السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا زي ما وعدتكم امبارح ان احنا هنقدم لكم وصفة باللبن المكثف اللي عملناه امبارح. هنقدم النهاردة بمناسبة رمضان، كل عام وانتم بخير، اللهم بلغنا رمضان. هنقدم لكم ازاي نعمل الكنافة بطريقة جديدة ومختلفة ومبتكرة، ازاي نعملها باللبن المكثف. المكونات اللي معانا: هنحتاج نص كيلو من الكنافه اللي حطيناها في الفريزر لمده يومين عشان تتجمد تماما. هنحتاج كوبايه ونص من اللبن المكثف اللي عملناه امبارح مع بعض. هنحتاج مقدار من السمنه على حسب الرغبه، دلوقتي هنحطه قدامكم هتشوفوا الطريقه ازاي. السمنه دي طبعا احنا عاملينها في البيت، برضو هسيب لحضراتكم رابط طريقه السمنه من ازاي نعملها من القشطه في اخر الفيديو، وبرضو طريقه اللبن المكثف هسيبه لحضراتكم في نهايه الفيديو. هنا هستخدم الكبه في بشر الكنافه لفرافيت صغيره، او لو ما عنديش كبه ممكن استخدم المبشره العاديه، مفيش مشكله. طبعا انا بعملها وهي لسه متجمده يا جماعه، ما سيبهاش تسيح. هستخدم كمان معايا قوالب تلج. اما تقدمي ان شاء الله الكنافه دي محدش هيصدق ان انت عاملاها في البيت، كل الناس هتفتكرها ان انت جايباها من بره يعني. تعالوا نقول كده بسم الله ونبتدي مع بعض. دي اصلا بنفرم كده مع بعض الكنافه. تعالوا نشوف كده القوام بتاعها عامل ازاي. هي يا جماعه فرافيت تقريبا خالص، يعني اقل من 1 سنتي الكنافه. هنبتدي دلوقتي ننزل بيها في الحله، هوريها لحضراتكم. بننزل بيها في الحله زي ما انتم شايفين كده. هنكمل المقدار كله، هنطحنه في الكبه او نبشره، كل واحد على حسب ما هو عنده كبه او ما عندهوش. هنرجع لحضراتكم بعد الفاصل. فاصل ونور. ده حوالي نقول 3/4 كوبايه سمنه، من نص ل 3/4 كوبايه سمنه سيحناهم على النار. شايفين يا جماعه السمنه صافيه ازاي وجميله جدا، يا ريت يا جماعه تجربوها. هسيبها الروابط بتاعها اخر الفيديو. سمنه طبيعيه 100%، عاملينها في بيتكم، ما كلفتكوش اي حاجه. دلوقتي هناخد السمنه بقى على الكنافه اللي احنا فرمناها في كبه او بشرناها وهي متجمده يا جماعه في المبشره، ونزلنا عليها مقدار السمنه كله. طبعا لو حابين تزودوا السمنه عن كده حسب الرغبه مفيش مشكله خالص. وهنبتدي نولع النار، وهنبتدي ان احنا نمزج كل السمنه مع الكنافه، علشان كل الكنافه نتاكد ان هي متغلفه بالسمنه. طب هرجع لكم بعد الفاصل نكون كملنا القالب كله. ده منظرها بقى يا جماعه بعد ما دخلناها في قوالب التلج زي ما انتم شايفين كده. ادي القالب الاول وادي القالب الثاني، وهنقلبها قدام حضراتكم دلوقتي. هي طبعا اللبن المكثف هيمسك كل اجزاء الكنافه في بعضها مع المكسرات او الكريز اللي احنا حاطينها، وهتبقى متماسكه وهايله جدا. دلوقتي احنا هنقلبها، هنوريكم منظرها بعد القلب. دلوقتي احنا جبنا طبق خارجي عشان نقلبها فيه، علشان لو حصل اي حوادث نبقى احنا قادرين نسيطر على الموضوع يعني. هنجيب بقى معلقه كده اهو يا جماعه، بصوا ما شاء الله شكلها تحفه. هنشيل بقى البلاستيك واحده واحده بالراحه خالص. طبعا لازم يعني، هي على فكره احنا لسه عاملينها حالا فهي طريه يعني، فبالراحه واحنا بنشيل القطع علشان تفضل محتفظه بشكل قوالب التلج. هي قطعه قطعه بنسلكها وبنحطها في الطبق زي ما ادي يا جماعه شكلها النهائي بعد ما خلصنا. شكلها تحفه جدا، اكننا شاريينها من بره. طعمها لذيذ جدا، بنصحكم تجربوها، يبقى حاجه جديده ومختلفه عن الطريقه التقليديه لعمل الكنافه. يا رب تكون عجبتكم، وما تنسوش بقى لو عجبتكم الحلقه تعملوا لنا لايك للفيديو، وشيرنج ليها على صفحاتكم على الفيسبوك، وسبسكرايب للقناه، وبعدين دوسوا على الجرس علشان يوصل لكم كل جديد يصدر عن القناه بمجرد صدوره. ارجو ان تكون الوصفه عجبتكم. لو حد عنده اي سؤال يسيب سؤاله في التعليقات اسفل شاشه الفيديو. وما تنسوش يا جماعه تشتركوا في صفحاتنا على الفيسبوك، برضو الروابط بتاعتها اسفل شاشه الفيديو. في عندنا مدرسه تيوب للبيت، وفي مدرسه تيوب التعليميه. اشتركوا ان شاء الله، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.